طبعا انا مش باينه من اللي بيحصل ده اهو وسط الكراكيب دي، اكيد وضحت طبعا، انا بهزر. عاملين ايه يا رب تكونوا بخير؟ وحشتوني جدا جدا. انا جايه النهارده عشان بجد بقى ابهركم. لا بهزر انا جايه لكم عادي. انا جايه لكم دلوقتي، جايه اقرب لكم قبل بقى ما اخدكم جوله كده في البيت واوريكم البيت اللي احنا ان شاء الله هنسيبه واوريكم احنا واصلين لايه. عايزه اشكركم جدا جدا، شكرا من قلبي. مهما اشكركم مش هوفيكم حقكم. بقالكم فتره بتسالوا عليا وبتبعتوا لي، ومن ساعه اصلا فيديو الشقه وناس كتير قوي بتبعت لي وبتسال عليا وبتكلمني وبتحاول تساعدني وبتحاول تدور لي، فكل ده على راسي حقيقي. يمكن مقصره معاكم بقالي فتره مش بعمل فيديوهات، مش بصور بسبب ان انا مش لاقي حته اصور فيها يا جماعه. انا قررت اطلع معاكم النهارده من الكواليس. يعني دي الصاله طبعا اكيد انتوا فاكرينها وفاكرين انا بصور فيها. احنا دلوقتي بنعزل الحمد لله، قطعنا شوط كبير جدا يعني، فاضل ايام ونتكل على الله. شكرا لكل حد من اول الموضوع ما قصرش معايا ولا بسؤال ولا بكلام ولا بمحاولات. مش عارفه اقول لكم ايه. ربنا يخليكم ليا، سهلتوا عليا الموضوع وهونتوه. وخلينا بقى نشوف عملنا ايه ان شاء الله. يا رب يكرم اللي هياخدها ويكرمنا بحاجه احسن. وطبعا عايزاكم تفتكروا حاجه مهمه قوي قوي قوي: كوخ ملك ولا فيلا ايجار. ده بس عشان نعرف نكمل الموضوع. احنا هنتفق على الموضوع ده مع بعض. لاي بقى اتنين مقبلين على الجواز، اي اب وام مش عارفين يعملوا ايه، مش عارفين ياخدوا قرار، لاي حد ناقص في المواصلات يعني وقدامه اولويه شقه ولا عربيه. شقه، انا بقول لك ما دام معاك الشقه ملك ادخل على الشقه. اولوياتكم ممكن ما تبانش كلها دلوقتي، بس ما تسيبوش عيالكم تدفع ثمن اختياراتكم. الحمد لله على كل شيء، ربنا طبعا بيرتب، بس ادانا حكمه. مش هطول عليكم، يلا بينا نشوف عملنا ايه عشان هبهركم بجد. فتحت لكم باب الشقه كده عشان ندخل ايه مع بعض. جميل، انتوا عارفينه. الصاله هنا طبعا كان فيها السفره والنيش طبعا. الحمد لله ماما دلوقتي مهدينها بالعافيه على موضوع النيش ده، لميناه يعني وايه ومكلفتين وكلفتها زي ما انتوا شايفين كده. السفره مش عايزه احكي لكم بتاع 40 50 كرتونه كده ولا حاجه. احنا بنلم كراتين العالم كله يا جماعه. عايزه اقول لكم بندور على كراتين في كل حته حرفيا. هوريكم هنا برده في ايه. افتح لكم اللعبه دي، انا بسطت بيها قوي. فاكرين المكعبات دي يا جماعه؟ بتاعتي وانا صغيره، بحبها قوي وعومت وانا صغيره برده يعني. طبعا طلعنا حاجات ذكريات رهيبه. ماشي لحد هنا تمام. طبعا وصلنا بقى الاوضه من الاوض زي ما انتم شايفين. دي الحته اللي انا كنت بصور فيها صورة العيلة اهي على الحيطة يعني. طبعا لمينا الأوضة وفكناها والحمد لله يعني. زي ما بقول لكم قلت لكم بقى تعالوا هوريكم هنا في ايه. دي المفروض أوضة بابا وماما. طبعا ما تصدموش، مش عايزاكم تتخضوا من المنظر يعني. احنا فكينا طبعا أوضة. أنا أحيانا ببقى مش متخيلة الحيطة دي كانت شايلة الدولاب ده ازاي يا جماعة بجد يعني، مش عارفة. المهم بالمناسبة بابا بينام هنا. عايزة أقول لكم يعني بابا بينام هنا، فيعني كتر الف خير. واحنا بجد تعبناه، ربنا يديله الصحه يا رب. فهتقولي طب ليه بابا ما بينامش على المرتبه بما ان المرتبه اهي؟ هقول لكم لان للاسف الشديد المساحه في الارض مش كبيره من وسط الكراكيب ان هو ينام على المرتبه. مش عايزه احكي لكم الايام دي يعني بتعدي علينا ازاي. ربنا يعديها يا رب على خير والحمد لله على كل شيء. وزي ما انتم حابين تطمنوا عليا حبيت اوريكم واصلين لحد ايه بالظبط. فاضل بقى الحاجات اللي هي بتبقى متوقفه على حد دي، عارفين اللي هو الدش، فك التكييف، عارفين الحاجات دي. طبعا اكيد كلكم عايزين تطمنوا برضو انا عملت ايه ولقيت ايه وحصل ايه. الحقيقه مش عارفه اقول لكم ده دلوقتي، بس لاني عندي سبب مهم جدا هقول لكم المره الجايه. ومش تشويق على فكره ولا حاجه، انتوا مش هتصدقوا لما تعرفوا. خليكم فاكرين الكلام ده كويس قوي عشان انتوا لما تعرفوا تفاصيل بقيه الموضوع عقلكم مش هيستوعب. ولحد اللحظه اللي بكلمكم فيها دي عايزاكم كلكم تدعوا لي، وهعمل لكم طبعا جوله ثانيه بس انتوا مش هتصدقوا هتكون فين. هانت جدا، كلها ايام. استنوني وان شاء الله خير. دعواتكم.